ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يلا بقى النهارده نعمل بطاطا بتاعه العربيات اللي هي بتتباع دي، اللي هي المشويه، بس بطريقه سهله وجميله. بس لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لي لايك وكومنت حلو ودعوه من قلبك علشان وتشيري الفيديو عشان الكل يستفيد. طبعا احنا بنسخن الصينيه لحد ما تسخن خالص. تروح حاطه البطاطا كده. طبعا هي دي لو كبيره زي دي بتقسميها، اقسميها. بص اهي، انت بقى ايه عندك؟ تجيبي ربع كوبايه سكر، بتروحي حاطاها كده في الحروف. ماشي. تسيبيها بقى لحد ما البتاع يتكرمل على نار هاديه، ما تقلبيهاش خالص غير لما السكر يتكرمل. بصي هي حتى بتتكرمل اهي. انتوا المفروض ان انتوا تحطوا ورق زبده او ورق حراري. طبعا بيوت كتير قوي ولا فيها ورق زبده ولا فيها ورق حراري. انا عندي، بس انا مش هينفع احط لكم عشان انا بحاول ان انا اقرب منكم، يعني اقرب اي حاجه من ست البيت يعني. بصي انت هتجيبي ورقه بيضه عادي وتطبقيها كده، تكوريها بايديكي، وبعد كده بتروحي حطها على وش البطاطا. عايزه اقولك ان اصلا عربيات البطاطا هي ما بتحطش غير ورق، بتحطيها بس كده وتروحي مغطياها باي حاجه من فوق. انا هغطيها، تقفليها كده. ماشي. وما تقلبهاش مثلا غير بعد ربع ساعه علشان تكون البتاع اتكرمل، السكر اتكرمل. بصي بقى هنقلبها على الوش التاني. بصوا بقى بتبتدي تكرمل اهي. هنحط برضو الورق تاني وهترجع نقفلها برضو. بصوا قربت تستوي اهي. الريحة يا جماعة خطيرة خطيرة. هي بتاخد تقريبا على حسب، بص ده على حسب نوع البطاطا، يعني انا مش قادرة اقولك نص ساعة ساعة، بس السوا ده بيبقى على حسب نوع الحاجة اللي انت بتبقي شارياها. هي قربت تستوي اهي. بصوا، لا انا عايزاكم تحبوها بجد معايا. اهي تحفة. وبصوا اهي. بص بقى ممكن تاكلها بالقشر عادي. بصوا تحفة. على فكرة ممكن العسل اللي اتبقى في اخر الطاسة ده ممكن تحط عليه حتة زبدة وتعملي عليه صوص، هيبقى تحفة قوي. بس انا ما بحبوش. انا حطيت هنا شوكولات. بص انا هنا حطيت عليها شوكولاتة اللي هي عاملة بديل المقاطعة. انا معرفش، هي نفسي رايحة لها النهاردة كده. انا بقلبها اهي. تحفة اقسم بالله. وهمية بجد. تحفة. جربوها بجد مش هتندموا ابدا. ودي اللي هي من غير شوكولاتة. هي بصوا طرية ازاي. عسل.
طبعا دي في حب البطاطا بالشوكولاتة أذوب. دي بقى يا جماعة اللي يتقال في حقها أكاد من فرط الجمال أذوب. تحفة. احنا كده هنسيب الفيديو بجد ونصور وناكل. مش قادرة. تحفة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد. وما تنسونيش بقى في كومنتاتكم الحلوة. سلام عليكم.